حاجة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونستعين ونستهدي ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على نعم ربنا الجميلة، الحمد لله دائما وأبدا. إخواتي في الله، يعني كلمة حاجة لله دي انتوا مستشعرينها، حاسينها يعني لما حد يجي كده لحد بيتك ويقول لك حاجة لله، دي كلمة كبيرة جدا. انت متخيل يعني ايه واحد ربنا سبحانه وتعالى يكون باعته لك وجعلك سبب ان انت تديه او تكون سبب ان انت تفرج عنه؟ ده اولا في حد ذاته سبحان الله. انت مش هو الراجل ده اللي محتاج، او الشخص ده مش الشخص ده هو اللي محتاج، انت اللي محتاج. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعتهولك. هتقولي انا اللي محتاج ازاي وهو اللي جاي يطلب مني؟ ايوه طبعا انت اللي محتاج. انت اللي محتاج، لان سبحان الله اي حد بيجيلك يطلب منك حاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك قدها اضعاف مضاعفة. ده اول هام. تاني هام بقى وده الاهم، سبحان الله بتحتاج الدعوة اللي هو يدعيها لك. ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك سبب في الدعوة دي، يجعل لك نصيب فيها. سبحان الله كده لما تلاقي حد جاي يقول لك حاجة لله او بيطلب منك حاجة، انت هتفرج عنه كربة في الدنيا. فكيت عنه كربة من كرب الدنيا، لا ربنا سبحانه وتعالى بقى كمان يفك عنك كربة من كرب يوم القيامة. احنا كلنا محتاجين، يعني كلنا كده بنطلب. فلما يجي واحد ويقول لي حاجة لله او يطلب مني مساعدة او يطلب مني حاجة بسيطة خالص وانا اقدر اقدم المساعدة دي، يا ريت ما نتأخرش. لانه والله مش الشخص ده هو اللي محتاج، احنا اللي محتاجين. احنا اللي محتاجين ندعنا عن ظهر غيب. احنا اللي محتاجين ان فعلا يبقى لنا رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى، علشان يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. لازم يكون قلبك سليم، ولازم يكون نيتك صافية وخالصة لوجه الله تعالى. فسبحان الله انت لما تقدم حاجة لربنا سبحانه وتعالى تقدمها جميلة وفي احسن صورة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني مش ما تجيش مثلا حد يقول لك حاجة لله تديله لبس مقطع من عندك، تديله لبس قديم من عندك، لا، اديله من الحاجة اللي انت بتحبها، علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى تاخد الاجر ايه صافي كده، والاجر كامل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ما ادي اللي زايد عن حاجتك، بس مش الحاجة اللي انت تحس ان هي خلاص مملة وبايظة و... وما تصلحش الاستعمال وتديها لحد وتقول انا بطلع لله. لا طبعا، ما تيجي تطلع حاجة لله طلع احسن حاجة عندك، طلع اجمل حاجة عندك. لما ربنا سبحانه وتعالى طلب من قابيل وهابيل قربان ليه، سبحان الله شوف كده قابيل قدم ايه وهابيل قدم ايه. اللي قدم حاجة جميلة وكويسة الكبش اللي قدمه، سبحان الله هابيل ربنا سبحانه وتعالى كده ده اترفع في السماء ونزل. القصة المعروفة اللي احنا عارفينها كلها، قصة سيدنا اسماعيل لما ربنا سبحانه وتعالى فداه بالكبش العظيم ده. سبحان الله الكبش ده اترفع في السماء ياكل ويشرب من السماء ونزل فدى به سيدنا اسماعيل عليه السلام. اما بقى اما بقى هابيل اما بقى قابيل لما قدم فاكهة بايظة من الجنينة بتاعته اترفضت، ما اتقبلتش منه. فاحنا نقدم اجمل حاجة، نقدم الحاجة الجميلة، لان انت بتقدم لربنا سبحانه وتعالى. لان اللي بيجي يطلب منك ده بيقول لك حاجة لله، يعني هتاخد اجرها وثوابها وفضلها من ربنا سبحانه وتعالى، مش هتاخدها من عبد. وسبحان الله ربنا يجعل لك نصيب في الدعوة الجميلة اللي هو يدعيها لك. ربنا يجعل لك نصيب في الفرحة اللي انت دخلتها على قلبه بالحاجة اللي انت ساعدته بيها دي. سبحان الله انت كمان ربنا سبحانه وتعالى يدخل على قلبك فرحة جميلة في حاجة انت كنت بتتمناها ونسيتها كمان. يعني وسبحان الله تلاقي ربنا سبحانه وتعالى متذكرها، وربنا سبحانه وتعالى يحققها لك بنية بس ان انت فكيت عن ده كربة، او اديته او اديت محتاج، او ساعدت حد. ساعدوا الناس، ساعدوا الناس علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقكم في اموركم ويوفقكم في حياتكم كلها. وسبحان الله زي ما انا قلت ان اللي بيجي يطلب منك حاجه ده مش هو اللي محتاج. والله صدقوني احنا اللي محتاجين الحسنه دي، احنا اللي محتاجين الدعوه دي. احنا كلنا كده يعني في امس الحاجه بدعوه جميله ربنا سبحانه وتعالى تكون خالصه لوجه الله، ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها مننا. فسبحان الله
في ايدك اسهل السهولة ان انت يعني توصل للي انت نفسك فيه وتحققه. عن طريق ايه؟ عن طريق الصدقة. يعني لو سبحان الله مريض في بيتك وطلعت صدقة حاجة بسيطة كده، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك سبب في شفاء ابنك او بنتك او حد او والدك او والدتك، حد عزيز عليك. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم في الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. فسبحان الله الحاجة البسيطة دي بس قادرة انها تكفيك عن حق بقى كشف ودكتور وعلاج بالشيء الفلاني. واحنا دلوقتي بندفع مبالغ يعني سبحان الله في الجو اللي احنا فيه ده، لو عيل تعب بس بتروحي تدفعي للدكتور قد كده، وتروحي تدفعي كشف قد كده وعلاج قد كده. فسبحان الله احنا في غنى عن ده كله. نمتثل الاوامر من ربنا سبحانه وتعالى ونسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في امورنا البسيطه، نتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في ايه؟ داووا مرضاكم بالصدقه، طلعوا صدقه، إيه سبحان الله، تصدقوا زكوا، سبحان الله. الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى ايه بتعود عليك انت بتقدم لنفسك، تاخد جزاءها في الدنيا وفي الاخره. وجزاكم الله كل خير. ما تقعدش بقى تعمل فيها او تقعدي تعملي فيها محلل سياسي، ده معاه، ده انا شايفه معاهم فلوس، ده بيلبسوا احسن لبس، ده بياكلوا احسن اكل. لا، انت ما تعلميش الحاجه اللي خلاته كده وصل بيك لحد ان هو يجي يقول لك حاجه لله او يطلب منك مساعده او يطلب منك حاجه. سبحان الله. ما تسيئوش الظن في الناس، ولو حتى هو جاي يطلب منك وهو حالته الماديه كويسه وانت شايف انها كويسه، ساعده. ده ربنا سبحانه وتعالى بعته ليك علشان انت اللي محتاج. ما ينفعش اقول ده مش محتاج، ده انا هطلع اللي محتاج مش عارفه ايه. يكفي بس ان هو جه طلب الحاجه دي منك، ولو حاجه بسيطه ادعي له دعوه يا سيدي لو انت مش قادر تساعده. بس ما تجرحوش تقول له روح اشتغل ومش عارفه ايه. لاني بشوف بعض الناس يقعدوا والله العظيم لما يجي حد يطلب حاجة او حاجة لله، ولا يطلب اي مبلغ او كده، يقول له يا عم روح اشتغل انت فيك صحة عني مش عارفة ايه. كلام والله العظيم بيجرح وبيوجع. انت ما تعلمش الحاجة اللي وصلته لكده. والله اعلم. انت مش هتعين نفسك بقى عليه ان انت تحاسبه، لا، ليه يا رب يحاسبه. لان برضو سبحان الله هم ليهم حساب اللي بيطلب وبيطلب الناس ويسألون الناس الحاجة. يعني لو بيطلب كده وبيطلب من الناس، ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه برضه. بس انت قوم باللي عليك واعمل اللي عليك. لما حد يطلب منك مساعدة او يطلب منك حاجة، يا ريت تساعده، يا ريت ما نجرحش اي حد بالكلام، يا ريت نكون عندنا حسن خلق زي الرسول صلى الله عليه وسلم كده. نتكلم مع الناس بحسن خلق وبلين كده. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول له وان كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني كلامنا يبقى معاهم ببساطة وما نحسس الناس بالتعالي وان احنا متعالين عليهم. لان والله اللي خلاني بتكلم في مسألة الصدقة كمان، وان الواحد يزكي ويطلع وينفق ويتكلم في حسن الخلق والكلام من ده، ان فعلا حصل موقف قدام الواحد. ان واحدة داخلة عند فرارجي بتشتري فراخ، وراحت قايله له انا عايزه اشوف رجول ومش عارفه ايه وكده. فراحت واحده قايله لها هي الرجول بتتاكل؟ حد بياكل الرجول؟ واحرجتها بطريقه وحشه. فسبحان الله مش شرط ان انتي ما بتحبهاش غيرك كمان ما بيحبهاش. لا، ما تجرحيش حد بكلمه وتقولي لها لا انتي تاكليش الرجول مش عارفه ايه وانا ما باكلش الرجول. لا، يعني سبحان الله والله لقيت نفسي تلقائي كده برد عليها بقول لها ده بتبقى جميله، دي بتبقى زي الكوارع بالظبط، انتي عارفه بقى كمان لو عملتيها بالطريقه كذا وكذا. لقيت الناس تضمنت على الموضوع كده وبقوا بيتكلموا ايوه بتبقى جميله، ده انا بعملها وتحفه وولادي بيحبوها. ناس حسوا بجد ان انتي خلاص عارفه اللي هو حسستيها ان انا زيك، وفي ناس كتير زيك كمان بيحبوها. مش شرط ان انتي عشان بتجيبيها عشان انتي محتاجه ومعكيش فلوس، لا، انا بجيبها عشان بحبها، مش شرط علشان كده. تحسسوش الناس ان هم قليلين، ما تحسسوش الناس بالنقص، ما تحسسوش. يعني سبحان الله الناس كتير دلوقتي يعني في أزمة مادية صعبة بسبب غلاء الأسعار والحاجة الغالية دي. فاحنا ما نحسس الناس بده، لا، نكون عون ليهم مسند بالكلمة الطيبة او بايه بان احنا نساعدهم. فيكون دايما كده عندنا حسن خلق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا رب اجعلنا يا رب من حسن الخلق عندنا الصفة الجميلة دي علشان خاطر نبقى بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله كل خير.